وبعدها البيت كله اترج زي ما يكون في زلزال، ولقيت حاجة خارجة من الحفرة. ده هو نفس الشيء اللي خرج لي قبل كده، بس المرة دي شكله أفظع وأبشع بكتير. الدود كان مالي جسمه كله، شعره كان محروق وطلع له قرنين، ورجله أشبه برجلين المعيز بالظبط. قرب مني بخطوات هادية وقال لي بصوته الأجش: أتممت العهد وكنز ملك البحار السبع ملكا لك، لكن احذر أن تفشي السر، وكل ما حدث لا تبوه به لأحد كي لا تصيبك اللعنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. أنا محمد حسام، ودي قناتي قناة ما وراء الرعب. النهاردة معانا الجزء التاني من قصة قبيلة بني هاشم، كنز ملوك الجن. القصة دي من كتابة الكاتب الرائع حمدي حاتم. بس قبل ما نبدأ متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. ورجع الحفرة تاني، وقمت أنا الدم ناشف في عروقي وشعري واقف من الخضة. شربت شوية مية وبعدين جسمي بقى أهدى شوية، وبعدين جبت حبل وربطته حوالين بطني وثبته كويس في رجل الدولاب اللي متفحم، وبدأت أنزل الحفرة. كانت عميقة جدا، حسيت إنها أعمق من اللي حفرته مع خيري ابن عمي. وفجأة الكهرباء قطعت، حسيت بشوية هوا سخن عدى من جنبي. لحسن الحظ كان معايا الموبايل بتاعي، شغلت الفلاش وكملت نزولي لتحت على نور الفلاش الخافت لحد ما لقيت تابوت عليه كلام فرعوني ونقوش غريبة. قربت من التابوت، حسيت بطقطقة تحت رجلي زي ما يكون حاجة اتكسرت. جسمي كله اترعش، وبصيت بطرف عيني على الأرض لقيت جثة الدود بينهش فيها. جسمي اتنفض من مكانه. مديت ايدي اللي كانت بتترعش من الخوف وشلتها وحطيتها في جنب وانا ببص عليها، وبعدين فتحت الصندوق، ومن اللي شفته في قلبه نسيت كل اللي حصل. لقيت فيه تماثيل كتير قوي، او زي ما بيقولوا في الصعيد مساخيط. في ورقة فوقهم، خدت الورقة وفتحتها لقيت مكتوب فيها كلام باللون الأحمر، أو للتوضيح أكتر بالدم. والكلام كان مكتوب كالآتي: سخرت لك كنوز الملك ميمون ملك البحار السبع، لكن احذر من لعنتها إذا أفشيت سر العهد. كنت مقدر خطورة الوضع، ومع ذلك وقعت في مشكلة كبيرة قوي لما سمعت صوت إبراهيم صاحبي بينادي عليا. مرضتش أرد عليه. قرب من الحفرة ونور بكشاف الموبايل وشافني تحت، برق وقال لي بدهشة: ايه يا ابن الحفرة دي؟ وايه اللي منزلك تحت كده؟ يا نهار اسود، انت بتعمل ايه عندك يا ابني؟ وسكت فجأة وظهر على وشه علامات الهلع، وقال لي: ده في جثة جنبك يا محمد، انت عملت ايه؟ انا يا نهار مش فايت. رديت عليه بسرعة وقلت له: والله العظيم ما هحكي لك كل حاجة، بس ما تقولش لحد، بالله عليك ما تقول لحد، اصبر وانا هطلع لك. سحبت حتة من اللي كانت في التابوت وغطيته تاني، وفعلا سحبني من الحفرة وطلعت وقلت له: انا هقول لك كل حاجة. شايف اللي في ايدي دي هتخلينا نملك فلوس كتير قوي، هنبقى اغنياء وهينوبك من الحب جانب، بس ما تقولش لحد اي حاجة من اللي انت شفتها. ما قولش لحد انت عامل مصيبة وتقول لي ما قولش لحد. جثة مين دي؟ بلعت ريقي وانا بقول له: خير ابن عمي، البيت في مقبرة وحفرنا عشان نطلعها، واول لما شافها طمع وكان عاوز يموتني فقتلته. وانت عارف خير طول عمره طماع، اضطريت ان اكذب عليه. ما انا مش هقوله ان قدمت ابن عمي قربان. وكملت كلامه وانا بقوله: دلوقتي التابوت ده هنقسم فيه اللي فيه من النص، بس اياك تقول لحد حاجة من اللي شفتها، اتفقنا؟ كان واقف متنح هو بيسمع كلامي، رد عليا وقال لي: اتفقنا، انا معاك، بس لازم نطلع التابوت ده والحفرة تتردم في اسرع وقت، وكده محدش هيحس بحاجة، بس بسرعة قبل ما ريحة الجثة دي تطلع وتفضحنا والجيران تشم الريحة. قلت له: تمام، روح انت دلوقتي وعدي عليا بالليل عشان نخلص ونطلع المقبرة ونردم الحفرة، ولا من شاف ولا من دري. وقال لي: ماشي. وقبل ما يخرج من باب البيت نديت عليه: ابراهيم، اياك حد يعرف حاجة من اللي انت شفتها دي،
بصلي وهز راسه ان تمام وقفل الباب ومشي. خرجت وقفلت باب الشقة كويس ورايا ودريت التمثال اللي خدته في جيبي ونزلت عشان اروح ازور والدتي. بس قبل ما اوصل التراب لقيت عربية سودا واقفة قدامها، نازل منها راجل في الستينات من عمره ولابس بالطو ومعاه اتنين، وقابلهم عم شعبان. قربت شوية عشان نشوف ايه اللي بيحصل، لقيت شعبان واقف وهم واقفين معاه، والحوار ده كالآتي. وكده يكون انتهى الجزء التاني من قصة قبيلة بني هاشم، كنز ملوك الجن. ان شاء الله نقابلكم في جزء جديد، الجزء التالت. متنساش تشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لنا لايك على الفيديو علشان ده بيشجعنا وبيعرفنا كم واحد عجبه القصة. متنساش تعليقك الجميل اللي بيدعمنا دايما، وده لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم. صلى على النبي. سلام.